يا ربي الملك، يا ربي الملك والأمر لك، ما أعدلك يا رب. يا رب. يا ربي، وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. يقول سبحانه في الآيتين 63 و64 من سورة يونس: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب، وجعل سعادة الدنيا والآخرة ما بين ايديكم وتحت رجليكم يا غاليين على قلبي. ربنا يجازيكم كل خير يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. قبل ما نخش على الفيديو النهارده بقى كده حبايبي، ما تنسونيش في اللايك بتاعنا. بعد كده هسألكم في اللايك عشان انا عارفة انتوا بتتمنوا لي كل خير وكل حاجة، بس انتوا بتنسوا تحطوا لايك. في ناس ما بتنساش وفي ناس بتنسى، فدينا وقت بفكركم حبايبي، وجزاكم الله كل خير على كل حاجة حلوة بتعملوها معايا. جزاكم الله كل خير. اللهم صل على النبي. فيديو النهاردة كده روتين جميل بأمر الله، خفيف كده ومتنوع، ويعني حاولت كده انوع فيه. انا عارفة طبعا ان الروتينات بتاعت الايام دي مش زي الايام اللي فاتت، بس عايزة اقول لكم ان شاء الله وباذن الله انتوا هتنبسطوا قوي قوي من المرحلة الجاية دي، لان خلاص ان شاء الله وباذن الله كده هنخش بقى في مرحلة التجديدات والتغييرات. وان شاء الله وبامر الله اوضة الاطفال ناوية كده اغير فيها حاجات كتير قوي قوي قوي، ان شاء الله تتفاجئوا بيها كده معايا بامر الله، وتشوفوا نتيجة ترضيكم وتعجبكم. وحاجات هنعملها برضو ان شاء الله على قد ايدنا وعلى قد كده حالنا، وباذن الله تدينا نتيجة كويسة. طبعا انتوا عارفين احنا في ايام صعبة خالص الايام دي، ربنا يعدينا منها على خير. فيعني مع الايام دي مش ان احنا خلاص بقى نسيب التجديدات والتغييرات وما نحسنش كده من نفسيتنا ونفسية العيال، لا ان شاء الله نعمل كل حاجة حلوة، بس ان شاء الله تكون على قد ايدنا وعلى قد مقدرتنا بامر الله. اللهم صل على النبي. انا اول هنا حاجة دخلت كده قلت اعمل لهم بسرعة كده على الصبح، اعمل بقى ايه الغدا، علشان طبعا هما كانوا يعني فطرنا بقى كان ايه فطرنا طبعا منا مشت على المدرسة، فما كانش في الا انا وعمر ورحيم. طبعا فطاري غير فطار عمر غير فطار رحيم، فالمهم يعني ايه كل اللي فطر حاجة فطرها. عمر عمله سندوتشات جبنة، انا برضو يعني عايزة اقول لكم فطاري يعتبر اقول لكم ايه، كان يعتبر حتة بسكوتة كده، اللي عارفين انتوا البسكوت المملح ده، يعني كان في هنا يعني زي لوحين كده منهم، فدول يعتبر فطروني كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. رحيم بقى سخنت له كده، كان في عندي شوية رز وملوخية، فسخنتهم له كده على طول في الميكروويف، عشان طبعا رحيم يعني اكله ايه بيبقى بيحب الحاجات اللي هي بتبقى طرية زي كده، فاهمني. فطرتهم بقى وعملت لهم بقى كده اللهم صل على النبي، كل واحد فينا قصد فطر يعني وخلصنا. كان في برضو كمان شوية مواعين مطرح ما كنا يعني اتغدينا. انا عايزة اقولكم اصلا يعني انا عملت الاكل بدري يعني وكده، قلت ايه على ذمة ان انا بقى اخرج بقى في بقية الشقة كده الف فيها اللفة اليومية واشوف اعمل ايه والكلام ده كله. فالاستاذ رحيم بقى طبعا عايزة اقولكم يعني بهدلني في اليوم دوت، تعب مني كمان، كان مش مبطل ترجع كل يعني انتوا هتشوفوا كده في الفيديو، يعني هتلاقوني كده مغيرة كذا مرة، والله العظيم زي ما بكلمكم مغيرة لهدومي كذا مرة. فاللهم صل على سيدنا محمد.
قعدت بقى كده بهدلني ترجيع وبتاع. المهم رحت كشفت عليه الحمد لله. قال لي دول شويه برد يعني يقولوا خفاف وكده. فحتى كمان سألته، انا عايزه اقول لكم اللبن الجاموسي ده يا جماعه انا اديتهوله رضعه واحده. عارفين يعني ايه رضعه واحده؟ يعني انا حتى ضميري ساعتها ان ابني ما كملتش بقيه اليوم بيه. فحتى سألت الدكتور قلت له يا دكتور هو بسبب كذا كذا كذا. قال لي مش هو ده مش عامل اساسي، احنا كده كده اصلا الجو الايام دي برد جدا، فبتبقى عرضة بالذات للاطفال دي، يعني عرضة انها تتعب كل شوية ولا قدر الله يجيلهم نزلات وبرد والحاجات فاهمين اللي انتوا عارفينها دي. كمان اصلا الواد في فترة تسنين بيسنن. فبرضو على طول يعني معرض برضو للسخونية والحاجات بقى اللي انتوا عارفين اكيد يعني كلنا ايه عارفين المراحل اللي بتعدي ديت. ربنا يعديها على خير يا رب. بالنسبة للناس اللي كلمتني على رجل رحيم وعرضها للشمس، والله انا على قد ما بقدر بعرضها للشمس، بس انا ان شاء الله وباذن الله ناويه كده اخده اكشف عليه عند دكتور عظام عشان برضو يطمني لو في حاجه مثلا تتلحق نلحقها. لاني هو اصلا اللهم صل على الحبيب المصطفى رجله يعني اكتشفت ان هي مش مقوسه بس، يعني التقوس ده بيبقى عند معظم الاطفال وهي صغيره، فما بتكبر بتعدل. لا انا حاسه مشط رجله من تحت يعني معوج كده فاهمني. فاللي هو والله بصوا انا مش بقولكوا كده عشان اي حاجه، قسما بالله انا اي حاجه بتجرالي او بتجرى لولادي او اي مثلا حاجه بتحصل لهم انا بقول الحمد لله وبصبر نفسي ان واقول قضاء اخف من قضاء. احسن مكان يعني احسن ما يكون في حاجه تانية تجيلهم اكتر من كده. يعني بالنسبة مثلا البهاء اللي عند منا هي اليومين دول نفسيتها يعني بقت تتعب بسبب ان هي في المدرسة وساعات يعني في اصحاب ما يردوش يسلموا عليها، يعني خايفين ان هما مثلا يكون هو حاجة معدية تعديهم. ففي بعض من اصحابها بيجتنبوها وفي بعض منهم اللي هم عادي يعني اطفال لسه مش مدركين والكلام ده كله. فانا بصراحة يعني من يوم ما جالها الحاجة دي او من يوم ما منا وعيت وعرفت يعني ايه والكلام ده، بعد ولا يا منا بصي الحمد لله دي هدية ربنا اداهالك احسن ما كان مثلا جالك حاجة تانية. يعني كنت بقعد اديها مثالات وكنت بقعد افرجها على حاجات يعني فاهميني عشان ان هي ترضى باللي اتقسم ليها. وبرضه بقول الحمد لله برضه ان هو مش ظاهر في وشها قوي، هو ظهر في ايديها ورجليها وبعض بس مناطق في وشها بسيطة. يعني اللي يقرب مثلا منها او اللي يكون بيكلمها بشكل يومي بيبقى شايف الحاجة دي فاهمني. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. قلت لها يا منى ما تزعليش، هي بقت يعني بتيجي كل يوم تشتكي لي يا ماما انا حصل معايا كذا كذا النهارده بطبيعه الحال. يعني انا ايه كل ما بتيجي من المدرسه لازم كده بقعد معاها وبقعد اقول لها يا منى عملتي ايه، يومك كان ماشي ازاي، حصل ايه، عشان العيله يعني تديني كده وتقول لي كل حاجه بتحصل معاها، بحيث ان انا ايه بقى ارتب الامور اشوف في حاجه حصلت معاها كويسه، هل هي عملت موقف كويس، هل حد عمل معاها موقف مش كويس. ابقى انا ايه يعني احاول كده ان انا ايه اشوف ايه اللي مشي معاها على مدار اليوم وعايزه اعودها على ده. علشان يعني عايزه اقول لكم ان انا عايزه اصلا ايه زي نظام ان انا اصاحبها عشان تعرفين ان هي بنوته، وبحكم بقى ان هي تبقى بتدرس مثلا او تبقى في الدراسه او كده، فتبقى العيله متعوده ان هي تيجي تحكي لي كل حاجه. وعشان ابقى انا برضو عارفه بنتي ماشيه ازاي، مش مساله بقى بقول لكم كده ان انا مثلا هكبتها وافرض. لا 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 بالعكس انا بكلمها بسبيل ان انا بسالها يعني ايه نظام ان انا زي نظام صحوبيه كده، بس عشان ابقى عارفه بنتي خط سيرها ايه بس مش اكتر. فمن ضمن الحاجات دي اللي بتقعد تشتكي لي بقى من الموضوع ده، فبقعد برضو اكلمها ولا يا منى ما تزعليش، هما لسه اطفال وانتي طفله برضو، بكره لما تكبروا هتعرفوا الحاجات ديت والكلام ده كله. بقعد ايه اكلمها واصبرها بالطريقه دي. فاللهم صل على النبي. مجمل الكلام يعني الحمد لله. انا بقول لكم اي حاجه ربنا بيدالنا انا بحمد ربنا عليها. مش بقولك كده بقى ان انا مش عارف ايه يعني ملاك بقى لازم السما، لا والله انا مش هكدب عليك وبزعل يعني، بس بعد اللي هو الزعل يعني بقعد ضميري يأنبني اقول هو انت بتزعلي ليه او زعلتي ليه، هو مش احسن ما كان حصل حاجه تانية وكده. يعني كده كده اصلا ربنا فعلا ما بيديش
لحد حمل الا فعلا الكتف اللي بيشيل، يعني على قد الكتف اللي بيشيل ولا بيقولوها مش عارفة ايه، يعني بيديش لحد يعني حاجة الا لما يكون ان شاء الله عارف ان هو ربنا يعين الواحد ده على الحاجة ديت. فبقول الحمد لله، رضا من عند الله بكل شيء. فبالنسبة كمان رجل رحيم، انا والله يعني ايوه، يعني اللي هو ايه، طبعا كأم بتبقى حابة تشوف عيالها في احسن صورة في كل حاجة، بس برضه بقول الحمد لله، احسن ما برضه مكان جاني في حاجة تانية. فالحمد لله انها جت على قد كده. ان شاء الله وباذن الله زي ما قلت لكم بكشف عليه عند دكتور عظام، واشوف يقول لي ايه، واللي هيقول لي عليه بقى ان شاء الله كده ايه، يعني نشوف الدنيا تمشي معانا ازاي، وربنا ييسر. يعني هو ان شاء الله مش حاجه صعبه، بس يعني بقول ايه الاحسن ان انا ايه، يعني اكشف عليه في البدري كده وهو صغنن كده، بحيث مثلا لو في حاجات هتتعمل له او حتى لا قدر الله يعني جراحة والكلام ده، يبقى وهو صغير تتعدل اكتر يعني. فان شاء الله وباذن الله نشوف الموضوع دوت، وهبقى اتابعكم برضو في يعني عشان لا قدر الله في مثلا حد برضو يكون زيه، لان أنا عارفة في معظم اطفال كتير بالحالة دي على فكرة. وانا اختي كانت برضو كده وعايزه اقول لكم كان زمان والدي هيعمل لها العمليه، وامي خدتها من المستشفى وهربت. ليه؟ كانت والدتي الله يرحمها يا رب، رحمه واسعه ان شاء الله هي وجميع اموات المسلمين. والدتي كانت بصوا كانت من النوع اللي بتخاف علينا يعني عايزه اقول كانت بتخاف جدا، بتخاف لدرجه ان احنا كبرنا كده وما خرمتناش ودنا، اللي هي عشان تحط فيها حلق، اللي يعني كان كمان دي كانت بتخوفها، يعني فاهمني. فكانت بتخاف علينا من حاجات كتير قوي 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 فوق ما تتخيلوا. فكان خلاص اتحدد لها العملية اختي ان هي تعمل لها والحاجات دي كلها، وخلاص وراحوا المستشفى وكل حاجة، وفي الاخر راحت واخداها واتسربت كده ايه، ما رضيتش تعمل العملية ليها ولا اي حاجة. بس عايزه اقول لكم دلوقتي الحمد لله انا اختي يعني كبرت واتجوزت وخلفت، الحمد لله مش باين في رجليها حاجه، ويعني اتعدلت سبحان الله مع مرور الايام. فانا برضو حاطه دي مقياس في دماغي، قلت ان شاء الله برضو يعني ايه، هي مش عقبه، والاول والاخر اهو برضو يعني ايه هيبقى شاب ان شاء الله، ربنا برضو هيكرمه باللي تحبه واللي تحبه على كل ما فيه بقى، لو في حاجه ولا مفيش، فاهمني. فان شاء الله خير بامر الله. بصوا بقى، هنا طبعا انتوا بتحبوا فقرة الخياطة، وانا وعدتكم والله العظيم انا على قد ما بقدر بحاول ان انا يعني اقدم لكم كل حاجة تبسطكم وتديكوا افادة على قد ما اقدر. فاللهم صل على النبي. عايزة اقول لكم منا بتحب القماشة اللي هي اسمها، اللهم صل على النبي، نسيت اسم القماشة دي اصلا اسمها ايه، فيزون، القماشة الفيزون. بصوا جبنا في سيرة القط جه نط الاستاذ رحيم صحي تاني اهو، يا خراشي. عارفه عايزه اقول لكم ساعه الصبحيه دي والله ما بعرف اعمل منه حاجه خالص، يعني اللي هو يعني عارفين مدوخني، وانت هتشوفوا دلوقتي هنا هيعمل فيا ايه، وانا عماله بقص في القماش وبعدل فيه، اللي هو اصلا كنتش مركزه في كل حاجه، وهو بقى جاي قلت والله يلا بقى، رحت قافله الكاميرا وما كملتش اساسا. يعني ما كملتش، كنت عايزه اقفل معاكم الاسدال ده على المكنه، تمام. بس ان شاء الله يعني انا لسه لحد دلوقتي على فكره قفلتوش، فان شاء الله باذن الله هبقى اقفله معاكم كده فيديو، بس ما وعدكوش انه يكون الفيديو الجاي يعني، الله اعلم، بس انا هقفله معاكم يعني قريب جدا جدا، اللي هو اصلا ايه، في شويه اولويات كده في الشقه اخلصها الاول، وبعد كده اقعد كده على رواقه اقفله، لاني في كمان قماش انا جايباه لنفسي عايزه اخيطه لنفسي، وكمان في برضو قماش لمنة والكلام ده كله، تمام. بصوا بقى القماش ده انا عندي منه بواقي كده كتيره اسمها فيزون، وهي بترتاح ما بتحبش تنام الا في القماشه دي. انا عامله لها الاسدال البني اللي انتوا هتشوفوني وانا بقيس عليه دلوقتي. فاكتر اسدال بتحب تنام فيه هو ده، اكتر اسدال بتحب تنام فيه هو الاسدال دوت، وبترتاح فيه، بتقولي يا ماما انا بحب القماشه دي قوي، بتريحني كده، ويعني ايه بتبقى طريه على جسمها والكلام ده كله. قلت لها ماشي يا ست، انا كده كده يعني ايه لميت لها بقى، لميت البواقي اللي عندي اللي هي لونه شبه بعض، والحمد لله يعني بالنظر كده حسيت ان هم يعملوا لها اسدال كويس. فزي ما انتم شايفين بقى انا اللهم صل على الحبيب المصطفى وصلتهم في بعض كده، وعزنتها يعني ان هي حته قماشه على بعضها، بس هي انتوا هتشوفوها هي متوصله بس مش هتبان،
يعني بأمر الله حتى في التفصيل مش هتبان، وما اعمله هتشوفوه ان شاء الله. ما اعمله كده مع ما تلبسه يعني، واعمله وتلبسه هتشوفوه. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. كده بقى جمعتهم وقلت ايه، عزمتها بقى حتة قماشة كاملة وطبقتها على انها قماشة كاملة. وزي ما انتم شايفين ده الاسدال اللي انا بقولكوا عليه، اللي هي بترتاح شلافيه، بس طبعا صغر عليها شوية. شايفين رحيم كل شوية، بصوا مغلبني كل شوية يجي وحوشه واخواته يجوا يشيلوه وهكذا. ويعني حتى عايزة اقولكوا انا بقص بقى كل شوية يجيلي واروح ايه يعني لحق نفسي بسرعة، عشان برضو ما يجيش يحط ايده عند المقص ولا حاجة. عشان برضو ما يبقاش يعني اتعور ولا الكلام ده كله. وهو هيطلع عيل شرير كده، شايفين عمال بصوا يعني كل شويه جاي عايز يغلب فيا ويمشي. الله المستعان. فالمهم بقى ايه، قصيتها معاكم كده طبعا. انا اسفه على التصوير، انا ما كنت ساعتها بتكلم في التليفون مع اختي، فما كنتش مركزه خالص. كمان مع الولا اللي هو يعني نسيت اصلا ان الكاميرا شغاله خالص، يعني والله العظيم نسيت ان الكاميرا شغاله، وكنت عايشه حياتي عادي جدا. فاللهم صل على النبي. شايفين رحيم، عايزه اقول لكم الواد ده يعني مجرم 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 على طول كده قاعد لي. زي ما انتم شايفين بص كل شويه يروح جاي عليا واخواته يلحقوه بسرعه. بقيت اصلا اللي هو ايه بكلم التليفون ومركزه معاه وخايفه عليه. هنا بقى بصوا انا يعني عايزه اطلع بقى الكمام من الحته دي. بص عمال يجي يسترسب عامل زي الفار بالظبط، يتسرسب يشوف اخواته هيجوا يشدوه ولا لا. يجي لحد ما اتمكن بقى. زي ما انتم شايفين جه عمل ايه في القماشه اهو. واخر ما زهق يعني مسك الازازه، اخر ما زهق راح ايه متكل على الله ماشي. شافني عدلت القماشه واخدين بالكم، هيروح راجع لي تاني برضو. عايزه اقول لكم انا بحب اشوف المقاطع ديت في الفيديو قوي. ليه يعني بيبقى شكله عسول قوي قوي ما بيكون ايه، بكون مسرعه الفيديو وهو بيعمل حركاته دي. زي ما انتم شايفين بص يجي يضربني، يجي يعني بصوا يعني عايزه اقول لكم مطلع عيني والله. المهم هنا حبايبي مسكت بقى حته القماشه ديت. دي طلعت منها الحمد لله الكمام. في بواقي قماش تاني ممكن اطلع لها منه الطرحه، يعني انا ممكن اعمل لها طرحه منه، او زي نظام كده طاقيه منه، يعني مش طاقيه بمعنى الطاقيه، طاقيه الاسدال يعني. لو ما كملتش وما عرفتش طالع منها لا طاقيه ولا طرحه مش مشكله، استكفى بيها كده عباية ان هي ايه تنام فيها، عشان هي يعني طالباها كده بقها عايزه تبقى تنام في حاجه مريحه بالنسبه لها. فان شاء الله اعمله لها بقى كده على خير بامر الله، وهوريه لكم ان شاء الله اما يخلص. وكده فيديو النهارده خلص حبايبي، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.